أعلى حالة أصوات حصل عليها العرب هي كانت في 2010 عندما أجمع العرب في كركوك على التصويت للعراقية، القائمة العراقية في وقتها. حصلنا على 4 مقاعد. ثم في انتخابات 2014 للأسف كان العرب مقعدين من أصل 12. في 18 كان العرب 3 من أصل 12. وفي 2021 بالدوائر كان العرب 4 من أصل 12. الخشية اللي عندي ودخول هذا العدد الكبير حوالي 144 مرشح عربي في كركوك يتنافسون ربما على في أعلى الأحوال على 5 مقاعد أو 4 مقاعد أو 5 مقاعد، وفي ربما أسوأ الأحوال قد يكون المقعدين بسبب التشتيت في الأصوات، لأن بتقديري هناك قائمتين أو 3 قوائم، على الأقل 3 قوائم، وأنا مسؤول والانتخابات لم يتبقى عليها إلا أيام، لن تصل إلى العدد الذي يؤهلها للحصول على الموقع. تقترب لكن لا يؤهلها، وهذا ضياع للأصوات العربية.